السلام عليكم، عاملين إيه، أخباركم إيه؟ طبعًا بعد ما روّقنا بقى المطبخ، وأول مرّة هنطبخ فيه بعد رجوعي من السفر، وكان لازم يبقى يعني المطبخ يوصل للحالة دي قبل ما أعمل فيه أول كوباية قهوة بمزاج، لأ عملت فيه قهوة طبعًا، بس دي أول كوباية قهوة بمزاج، وأول طبخة بمزاج والمطبخ نضيف ورايق. ما كانش ينفع أبدًا، دي أول مرّة أطبخ بعد ما جيت من السفر، كنت مقضياها الكام يوم اللي فاتوا أي كلام، دي أول مرّة هاطبخ بعد ما جيت من السفر، وكان لازم، كان لازم طبعًا أعمل كده الأول، أضبّط المطبخ والتلاجة والبوتاجاز والكلام ده كلّه قبل ما نبتدي نشتغل بروقان وبمزاج وعلى نضافة. عملنا كده أحلى فنجان قهوة وفتحنا الشباك كده ناخد شوية هوا على شمس كده، شايفين كوباية القهوة أو فنجان القهوة، ونشم ريحة كده الشمس والهوا مع فنجان القهوة. بعد كده غسلت طقم التوابل، ده طقم توابل أكليريك غسلته وحطيته ينشف. بعد كده بقى إيه، دي التوابل أو البهارات اللي أنا جايباها معايا وأنا جاية من السعودية، اللي فضلت منّي اللي اتبقت منّي هناك، اللي كانت معايا هناك. لقيتها بحالها، فطبعًا أنا هاسيبها لمين هناك. أنا جوزي مش بيطبخ يعني ولا حاجة هناك كتير، أو مش يعني حتى لو طبخ هو مش هيعرف الكلام ده كلّه أو مش هيحتاجه، فطبعًا ما كانش ينفع أسيب كل الكلام ده هناك، فقُلت هاخده ينفعني بدل ما لسه هاروح مشوار للتوابل عند العطار ومش عارفة إيه، أهُم يبقوا معايا، ومش هاجيب غير لمّا ده يخلص، يعني دول كل اللي أنا باحتاجهم للطبيخ، مش هاجيب غير لمّا دول يخلصوا. كنت جايبة معايا إيه، كنت جايبة معايا ورق لورا وقرنفل، على زر ورد، على هيل، على دي بهارات فراخ. كان في جزء أنا كنت جايباه معايا من مصر، برضه فضل معايا هناك اتبقى منه جزء كبير. كنت جايبة هناك وأنا في السعودية نوعين توابل فراخ أو بهارات فراخ مشكلة أو بهارات مشكلة. كنت جايباهم. المهم حطيت هي كلها بهارات فراخ، بس رُحت خلطاها كلها على بعضها في جار واحد كده، باقلّبها كويس أوي علشان كلها تدخل في بعضها، ولمّا آجي آخد معلقة واحدة، ما اضطرش إن أنا أقعد أقلّب وكده. وأقع كده شوية على الرخامة بامسحهم وبامسح الجار بتاع التوابل، فكده دي بهارات الفراخ، تمام. آآ دي بقى ده كمّون، كان باقي معايا كمية كبيرة من الكمّون، يعني شايفين هي خدت البتاع كلّه، الجار كلّه. فبرضه يعني كل ده كنت هاسيبه حرام، وهارجع تاني هنا أشتري، لأ. وهناك أنا البهارات اللي أنا جبتها هناك بصراحة كانت حلوة، ما كانتش وحشة يعني، فجبتهم معايا. ودي كزبرة، دي كزبرة ناشفة، فحطيت كلّه طبعًا. أنا جيت غسلت طقم التوابل ده ونشّفته كويس أوي استخدمته. وده الكركم، ده الكركم اللي أنا عملت لكم بيه الكبسة هناك في السعودية، برضه فضل منّه كمية كبيرة، هو فضل أصلًا كلّه، أنا ما عملتش منّه غير مرّة واحدة بس، فأنا يعني حرام الكلام ده يترمى، فخدت الحاجات دي كنت هاجي أضطر أشتري ده كلّه من هنا، من مصر، فلأ. جِبتهم معايا وأنا جاية، ما خدوش وزن ولا خدوا مساحة، حاجات بسيطة جدًا. آمم وخلاص يعني حطيتهم مكانهم، و ودول ورق اللورا على على الهيل، على القرنفل، على الزر ورد، حطيتهم برضه في جار واحد وخلاص. وده كان فلفل أسود كان باقي عندي هنا في البيت، حطيته برضه. على فكرة يعني شايفين البرطمان الإزاز اللي أنا نقلت منه الفلفل الأسود ده، ده طقم توابل تاني، بس ده أنا هانزّل الطقم ده لحماتي، هاحط فيه التوابل بتاعتها تحت. طلّعت طقم التوابل ده، أنا كنت جايبة في جهازي 2 طقمين توابل،
اللي هو الإزاز ده والأكريليك. فالإزاز ده خلاص يعني أنا ما عُدتش محتاجاه دلوقتي، حبيت أطلّع الطقم الأكريليك ده طلّعته وغسلته وحطيت فيه التوابل زي ما أنتم شايفين، والطقم الإزاز الصغير ده هانزّله لحماتي تحت. تمام. هتطبخي إيه بقى النهارده يا آية، وإيه أول طبخة بقى هتعمليها في المطبخ بعد ما رجعتِ وبعد ما ضبّطتِ المطبخ التضبيطة الفُل دي؟ هاعمل لحمة، وهتشوفوا برضه هاعمل جنبها إيه. اللحمة دي كانت متجمدة، حطيتها شوية تفُك، بعد كده نزلت بحتة ليّة أو حتة دهن أيًا كان أنتم بتسموها إيه، ونزلت باللحمة وخليتها تاخد تشويحة كده أو صدمة. بعد كده نزلت بالطماطم، خرّطت الطماطم ونزلت بالطماطم، بعد كده البصل. وأنا لازم زي ما قُلت لكم أي حاجة في الطبخ لازم أشوّحها التشويحة دي، فراخ، لحمة، خضار، أيًا كان لازم التشويحة دي هي اللي بتدّي طعم للأكل وبتفرق جدًا، جدًا، جدًا في الtaste بتاع الأكل. حطيت كده بهارات فراخ، معلقتين كده من بهارات الفراخ اللي إحنا لسه حاطينها في طقم التوابل، حطيت كزبرة ناشفة معلقة كده صغيرة، حطيت فلفل أسمر، حطيت كمان ورق لورا، حطيت زر ورد، ده زر الورد أهو، حطيت هيل، وطبعًا الهيل اللي هو الحبهان يعني بيبقى عندنا في مصر، وبافتح الحبهان قبل ما باحطه في الشوربة، ده بيدّي taste أعلى وطعم أعلى. وحطيت كمان نُص عود قرفة. تمام. والهيل أهو بافتحه أو الحبهان بافتحه وبعد كده باحطه، والتشويحة دي والله وحطيت هنا بقى إيه الترِكّة بقى، حطيت رشة سكر. اللحمة بالذات لمّا تيجي تسلقيها حُطّي معاها رشة سكر صغيرة، بتخلّي اللحمة دايبة دوب وبتسرّع في السِوَى بتاعها. وبجد التشويحة دي جرّبيها واعمليها في كل اللحوم وفي كل حاجة بتطبخيها، هتفرق جدًا، جدًا، جدًا معاكِ في الطعم. وأنا كان نِفْسي تبقوا شامين الريحة اللي طالعة من الحلة بجد، كان نِفْسي تبقوا شامين الريحة، بجد حاجة تفتح النِفس. يعني بريحة المطبخ كده بتبقى خير وريحة البيت خير. طيب أنتِ بتقطّعي بتنجان ليه يا آية؟ رايحة تعملي إيه؟ رايحة أعمل مسقعة. هاعمل مسقعة. طلعت في دماغي كده أنا إيه اللي أنا ما عملتوش، جِبت طبعًا من ضمن الحاجات اللي أنا جِبتها لمّا خرجت، جِبت بتنجان وجِبت طماطم وجِبت خيار، دول بس الحاجات اللي أنا جِبتها، وجِبت موز وجِبت فراولة وجوافة، دول الحاجات كلّها اللي أنا جِبتها. لإن أنا جاية هنا بعد يوم السوق اللي عندنا في البلد، فقطّعت كده البرنجان أو البتنجان، غسلته وقطّعته مكعبات كده، وهتشوفوا طريقتي فيه. هنا كنت بازوّد المَيّة بتاعة الشوربة بتاعة اللحمة، وطبعًا لازم تبقى مغلية، ما بنزوّدش الطبيخ أبدًا مَيّة كده من الحنفية على طول، لأ لازم بنزوّده مَيّة مغلية. نزلت جِبت طاسة كده أو wok حطيت فيها شوية زيت وهاقلي البتنجان. هنقلي البتنجان ليه؟ علشان المسقعة، دي طريقتي في المسقعة. المسقعة ليها مليون طريقة، في المسقعة اللي هي بتاعة المطاعم بتاعة الفلافل اللي هي بتبقى في الساندوتشات، وفي المسقعة اللي بتتعمل باللحمة المفرومة، وفي المسقعة اللي بيبقى داخل معاها بطاطس وشرايح فلفل أخضر وحاجات من دي. أنا باعمل مسقعة تتاكل كده مع الرز، يعني ناكلها بالرز. تمام. في المسقعة ليها كذا طريقة وكل شيخ وله طريقة وكل حد بيعملها بالطريقة اللي تريحه واللي يحبها واللي بتفضلوها. أنا دي طريقتي اللي أنا باحبها بيها واللي أنا باعملها بيها واللي إحنا متعودين عليها بيها. تمام. كده البرنجان أو البتنجان اتحمّر، هنجيب بقى إيه، شايفين الحلل الألمونيا بتاعتي يا جماعة منقّرة. الألمونيوم يعني مشكلته أنا باحب الألمونيا جدًا أو باحب الألمونيوم جدًا ولكن بتنقّر، دي كل مشكلتها معايا، وده غلط صحيًا جدًا على فكرة. وبرضه الخطة اللي جاية يعني أنا نزّلت الطقم الجرانيت بتاعي تحت لحماتي في البيت تحت، فالطقم عايزة أقول لكم بقى ألمونيوم، يعني الطبقة اللي هي بتاعة الجرانيت دي اتشالت. فأنا الخطة وطبعًا طقم الألمونيوم بينقّر، دي مشكلة الألمونيوم مهما كانت خامته. آآ
فأنا باستخدم دلوقتي الطقم الstainless ده أكتر شغلي بالطقم الstainless أو الطقم الكام حلة اللي باقيين من الألمونيوم، لإني برضه نزّلت نُص الطقم الألمونيوم بتاعي تحت برضه لحماتي. طبعًا التشويحة، البرتنجان مع البصلة حطيت شوية زيت، نزلت بالبصلة ونزلت بالبتنجان اللي إحنا قاليينه اللي إحنا قليناه، بعد كده ضربت شوية طماطم كده حلوين في الخلاط، وبانزل على البتنجان والبصل اللي أنا شوّحته. أنا بس إيه شطفت الشفشق بشوية مَيّة كده، شفشق الخلاط بشوية مَيّة ورُحت كابّاهم، كده حلو أوي القوام ده أو المستوى ده للطماطم. حطيت رشة سكر طبعًا علشان الحموضة، أي حاجة فيها طماطم بنحط رشة سكر، حطيت كده بهارات الفراخ، حطيت كمون توابل قصدي مشكّلة وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل أسمر وضبّطت الملح وهنغطّي عليها، مش محتاجين نعمل فيها أي حاجة أكتر من كده. وعلشان تعلّوا التيست ودي حاجة أمي الله يمسّيها بالخير كانت دايمًا بتعملها، إن علشان تعلّي التيست بتاع الطبيخ أو تعلّي التيست بتاع الأكل، بتروح جايبة شوية شوربة أو كرنيب شوربة كده، كبشة شوربة كده من اللحمة أو الفراخ اللي إحنا بنعملها، وتروح حاطّاها على الطبيخ أو المسقعة أو البسلة أو أيًا كان اللي إحنا بنعمله، بتخلّي قوامها حلو أوي وبتعلّي التيست أوي جرّبوها. هنعمل إيه بقى جنبهم، هنعمل شوية رز بشعرية. أنا حطيت شوية شعرية كده في الأول كانوا باقيين عندي هنا في البيت، لقيتهم ما كفّوش، فرُحت برضه كيس الشعرية اللي كان معايا في السعودية طبعًا برضه هاسيبه هناك مش هيتعمل بيه حاجة، فطبعًا جِبته معايا برضه ما خدش مساحة ولا خد وزن، ورُحت نازلة بيه كده في الحلة كمّلت حطيت منه شوية كده كمّلت الكمية اللي أنا عايزاها، وكمان حطيت في الأول معلقة سمنة بلدي، ولو عندِك أنا ما كانش عندي، لو عندِك مستكة هتحطي كام حتة مستكة كده حتة حتتين كده مع مع الشعرية وهي بتتحمّر، مع السمنة البلدي، مع كمان اللي أنا نسيت أحطه مع كمان فصّين كده حبّهان، هتاكلي أحلى رز بشعرية جرّبتيه في حياتِك بجد. هنحمّر الشعرية وإيدِك فيها على طول وبتقلّبي طول ما هي على النار، لإن الشعرية ما بتستحملش، في ثانية لونها بيتغيّر وهتبتدي تتحرق منِّك، فأول ما توصل للون الدهبي الحلو اللي إحنا عايزينه ده أو اللون النحاسي زي ما بيقولوا، هتبتدي أهو اللون ده، شايفين اللون ده؟ ده اللون أحلى لون توصلي له في الشعرية وأنتِ بتعملي الرز بشعرية، تمام؟ اللون ده كده خطير. بتبقى باينة في الرز أوي وبتبقى شكلها حلو أوي، هتنزلي كده بكمية الرز بتاعتِك على قد ما أنتِ بتستخدمي أو على قد ما أفراد الأسرة أو على قد ما أنتِ بتعملي، هتنزلي بالرز وهنقلّب تقليبة حلوة كلّه مع بعضه علشان الرز يفلفل وياخد من طعم السمنة الأول وتشويحة كده، أنا التشويحة دي أساسي وقاعدة عندي في كل طبخ وفي كل حاجة، هتلاقي طعم أكلِك مختلف تمامًا واللي هياكل عندِك هيبقى عارف إن ده طعم أكلِك أنتِ بالذات، غير طعم أكل أي حد تاني بسبب التشويحة دي بجد والله، بتدّي ميزة كده أو طعم وtaste معيّن للأكل، جرّبوها مش هتندموا. هننزل برضه بشوية بالمَيّة، هنضبّط المَيّة بتاعة الرز وبس كده، وهنضبّط له الملح ونغطّي عليه، وكده هنبقى سِبنا الرز يستوي، وسِبنا المسقعة تستوي، وسِبنا اللحمة تستوي، وخلصنا من أكلتنا النهارده وخلاص. تعالوا بقى بعد كده نشوف هنعمل إيه. أنا طبعًا قُلت لكم أنا باخاف على التلاجة جدًا وباخاف تتوسخ أوي، لإن هي تنضيفها مش سهل، فأنا عندي طقم اللي هو العلب بتاعة التلاجة، باحط فيها كل الخضار وأي حاجة باشتريها باحطها أولًا هي بتحافظ على الخضار جدًا بيبقى معزول عنه الهوا، فبيقعد عندِك مدة أطول تستخدمي فيه من غير ما تلاقي واحدة باظت أو واحدة ضربت أو حاجة من الكلام ده كله، تمام؟ ومن ناحية أنتِ محافظة على التلاجة إن ما يقعش فيها حاجة وما تتوسخش. ضبّطنا كده حطيت كده الطماطم، وحطيت الخيار، أنا كنت جايبة بس كيلو واحد خيار وكيلو ونُص طماطم، وإيه سعر الطماطم ده يا جماعة! يعني أنا نزلت مصر لقيت الطماطم ب50 جنيه إزاي بجد والله!
إيه اللي خلّى إيه السعر ده؟ أنا كنت في السوق مستغربة من الطماطم، يعني السِت بتقول لي ب50 جنيه، قُلت لها: "هو إيه اللي ب50؟ أنا باقول لِك حضرتِك الطماطم." أنا حسيت إن هي سمعتني غلط، فطلعت أنا اللي سمعت صح للأسف. فلقيتها بتقول لي ب50 جنيه، فاضطريت أجيب، ما أنا هاعمل إيه؟ المهم حطيت كده الطماطم والخيار، وكان معايا حبّايتين أفوكادو، واحدتين كده أفوكادو، كنت برضه جايباهم، والله جايباهم معايا من السعودية أقسم بالله، كانوا جايين يعني حطيتهم. خلاص إحنا سلِّمنا التلاجة وسلِّمنا السكن، وخلاص يعني هنعمل إيه في دول، وأنا جوزي ما لوش في الأفوكادو والحاجات دي أوي، يعني فقُلت يعني هنعمل إيه، فهاجيبهم معايا، أكيد مش هنرميهم طبعًا يعني، اللي قدرت آخده معايا خدته بجد. حطيت الجزء التاني من الخيار، والعلب بتاعة التلاجة دي أنا باعشقها، باحبها جدًا، بتحافظ على التلاجة وبتحافظ على الخضار، بتحافظ على كل حاجة. آآ ف وهُم على فكرة يعني لو تلاحظوا هُم محكمين الغلق جدًا، وبجد حلوين أوي، ومن الحاجات اللي نفعتني جدًا، وبجد أحلى حاجة ممكن تعمليها. هنا بقى كان عندي ضيوف كانوا جايين يسلموا عليَّ بعد ما جيت من السفر، فكانوا جايبين لي باكيت كنزات من اللي هي الSeven Up والفانتا والحاجات دي، كانوا جايبين لي باكيت كاملة، فكنت بارصاها هنا في التلاجة، وحطيت فوق أهو العلب أو البرطمانات دي أو العلب يعني اللي هي اللي أنا حطيت فيها الخضار أو علب حفظ الطعام بتاعة التلاجة، حطيتهم هنا فوق، وضبطت كده الكنزات دي في التلاجة، وهنا باقول لكم اعملوا لايك، اوعوا تنسوا اللايك، وشوفوا شكل الأكل الرهيب، ده الشكل النهائي للأكل. قولوا لي تسلم إيدِك، وقولوا لي كلمة حلوة كده في الكومنتات وتشجيع، وقولوا لي إيه رأيكم في أول روتين ليّا وأول طبخ ليّا في المطبخ بتاعي هنا في مصر، وشايفين الرز مفلفل وبيلمع، واللحمة بجد مستوية سِوَى حلوة أوي، والمسقعة رهيبة، وبجد كل حاجة كانت زي السكر. عايزاكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، عايزة بجد آآ يعني تعتبروني أختكم زي ما أنا معتبراكم إخواتي، وباحبكم أوي، وممنونة جدًا ومبسوطة جدًا لو لسه بتشوفوا الفيديو بتاعي لحد دلوقتي، وباشكركم جدًا على المتابعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أنا باقدمه، وانتظروا الفيديوهات اللي جاية وفيها فيها مفاجآت حلوة أوي هتعجبكم، وعشان تشوفوا معايا باقي الشقة وهاعمل إيه في باقي الشقة، أنتم لسه ما شفتوش لحد دلوقتي غير المطبخ بس. ف أسيبكم دلوقتي وأشوفكم تاني في فيديو تاني، وبيتي وبيتكم بيت يوكا، ومع السلامة.